السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم طلاب بريف 1 في ريفيجن جديدة. في الريفيجن بتاعتنا النهاردة هي تعتبر من أهم الريفيجن الموجودة، لأن احنا بنحل من كتاب التقييمات، وإن شاء الله الريفيجن بتاعتنا مش هيخرج عنها امتحان الشهر. فخلونا من غير ما نضيع وقت كده نخش على أول حاجة عندنا. أول حاجة عندنا هو choose the correct answer. أول سؤال بقى بيقولك إيه؟ تعالوا نتابع مع بعض. ركز بقى معايا. بيقولك which of the following is equivalent to narrative x، وهنا اكبر من او يساوي النيراتيف 2. في الحالة دي بنعمل ايه؟ عايزين نشيل النيراتيف. علشان نشيل النيراتيف فاحنا بنغير كل حاجة حرفيا. بمعنى احنا بنخلي النيراتيف x دي تبقى x، وبنشيل العلامة دي او انها بصة الناحية كده هنوديها الناحية التانية، وفي نفس الوقت النيراتيف 2 بنخليها 2. فبالتالي يبقى الشكل بتاعنا هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى اكس، وعندنا في نفس الوقت دي هتتغير فهتبقى بالشكل ده، والنيراتيف 2 هتبقى 2. هنبص على الاختيارات هنلاقي ان الوحيدة اللي تنفع عندنا هي لتر سي. تعالوا بقى ننتقل على السؤال اللي بعد كده. طبعا الريفيجن دي كلها زي ما قلنا هي من كتاب التقييمات، فعايزك تركز فيها وتكملها للاخر عشان احنا هنحل الاسئله اللي تشوز والاسئله ايسي ان شاء الله. فتابع معايا. هنا بيقولك الاكس مضروبه في اكس بلس 2. هنعمل ايه؟ هندخل الاكس مره هنا ومره هنا، فهتبقى x باور 2 بلس 2x. ليه عملنا كده؟ لان x في x باور 2 والx في ال 2 ب 2x، يبقى x باور 2 بلس 2x، وساعتها هنختار لتر B. هنبص بقى بعد كده على السؤال اللي عندنا، نبدأ نخش في الأسئلة الجد. بيقولك if the lengths of the two diagonals of rhombus are 8 and 10 centimeter then find its area. هنجيب الاريا ازاي؟ كلنا عارفين قانون الرومبس بتاع الاريا هو الهاف دي 1 في الدي 2. يعني لو جينا كتبنا كده وقلنا له سهله الهاف باي الدي 1 باي الدي 2، هنيجي نروح قايلين الكلام ده بيساوي الهاف في ال 8 في ال 10، لان هو مديك التو دايجونالز اصلا. فالاجابه بتاعتنا هتبقى ب 40، فهنختار لتر بي. هنيجي نبص بقى على السؤال اللي عندنا بعد كده. سؤال حلو برضو من الاسئله اللي بتيجي. بيقولك x minus 3 و x plus 3 equal x بار 2 minus ال k. عاوز يعرف ال k. في طريقتين لحل السؤال ده. طريقة ان احنا ندخل القوس في القوس ونضرب بقى الإكس في الإكس والإكس في الثري، ونردف 3 في الإكس ونردف 3 في الثري. طبعا دي طريقة كويسة بس هتاخد منك وقت. احنا عارفين ان القوسين دول هم بينتموا للقوس اللي هو مين؟ ايوه يا مستر، اللي هو القوس اللي بيبقى الإكس باور 2 minus 9. ده لو جينا فكيناه هيتفك دي ودي مع بعض. تمام. فهي نفس الشكل هنا x بار 2 و x بار 2 نيراتيف والنيراتيف التي وال9، يبقى الإجابة بتاعتنا ايه؟ ال9. هنيجي نبص بعد كده على السؤال اللي عندنا من الساينتفك نوتيشن. السؤال بيقول لك which of the following is equal للرقم ده. لو جينا بصينا على الرقم ده احنا عايزين نخليها تبقى ايه؟ 5.2. فعلشان احنا هنشيل الزيروز الموجودة هنا دي ونحط البوينت بدل ما هي محطوطة هنا هنحطها هنا في النص. فهنمشي كام خطوة؟ هنيجي نبص 1 2 3 4 5 6. مشينا 6 خطوات ناحية اليمين، فبالتالي هنعمل ايه؟ هنخليها بالنيراتيف وهتبقى نيراتيف 6، يبقى 5.2 باي 10 باور نيراتيف 6. فبالتالي احنا كده هنختار لتر بي. يبقى احنا كده خلصنا اول 5 اسئله عندنا. تعالوا ننتقل على الجزء الثاني من الاسئله. بيقولك a rhombus has a side length of 10 cm. The length of its one of its diagonal are 12 and 16. دي بقى بيقولك ايه؟ عاوز الهايت. يعني هو مديك دلوقتي 2 diagonal وعاوز الهايت. احنا بنعمل ايه في الحاله زي دي؟ احنا مش هنعرف نجيب الهايت دايركت، فممكن نعمل طريقه حلوه قوي. هو هنا الرومبس زي ما قلنا القانون بتاع الاريا بتاعه ايه؟ سهله يا مستر، هاف باي دي 1 باي دي 2. طب ما تعالوا نعمل كده، نقول الهاف باي 12 باي 16. الكلام ده كله بيساوي 96. ليه يا مستر جبنا الاريا؟ فاكرين القانون اللي احنا كنا قلنا عليه برضو من الفيديو اللي فات؟ كنا قلنا ان الاريا بتاعتنا بتساوي السايد في الاتش. هو مديك دلوقتي السايد بكام؟ ب 10. هل هنعرف نجيب الاتش؟ سهله يا مستر، هنعمل الاريا اوفر السايد ده بيساوي الاتش، واحنا كنا قلنا المعلومه دي قبل كده. فبالتالي الاريا عندنا بكام؟ ب 96 اوفر السايد اللي هو ب 10، هيطلع الاجابه عندنا ب 9.6. فبالتالي هنختار لتر سي. هنيجي نبص بقى على السؤال اللي عندنا بعد كده. بيقول لك ذا مالتيبليكيتيف انفرس اوف الرقم ده. اول حاجه تعالى نفك الرقم ده من الروت. روت 25 بكام يا مستر؟ ب 5. وروت 16 ب 4. هو عايز المالتيبليكيتيف انفرس. كل اللي هنعمله ان احنا هنعكس ده من تحت لفوق، فهتبقى الاجابه بتاعتنا ب 4 اوفر ال 5.
نبص بقى على سؤال نمبر 8. بيقول لك ايه بقى في سؤال نمبر 8؟ بيقول لك 2 باور 4 باي ايه ايكوال 2 باور 20. كلنا عارفين ان احنا طالما عندنا نفس البيز هنعمل للباورز بلس يطلع 20، فبالتالي هتبقى 2 باور حاجه. عايزين نعرف ايه الحاجه اللي تخلي 4 بلس حاجه يطلع ب 20. احنا مش هنعرف نعمل كده، ممكن نحلها على اي ايكويشن عادي. يبقى ال x equal 20 minus ال 4، بالتالي هتبقى ب 16. يبقى ال 2 باور 16 هي الإجابة. ليه بقى يا مستر؟ لأن 2 باور 16 لما نضربها في 2 باور 4 احنا عارفين في المالتيبلاي احنا بنعمل بلس، فبالتالي 16 بلس 4 تطلع ب 20، فبالتالي يبقى إجابتنا مظبوطة. نبص بقى برضو على سؤال هو مش موجود في التقييمات بس سؤال برضو مهم جدا. هنيجي نبص على السؤال بتاعنا. الروت باور 3 الإرث باور 9 دي بتتعمل ازاي؟ قلنا ان احنا بناخد الروت ده بنعمله ديفايدد، يعني الباور اللي في الروت هنعمله ديفايدد الرقم اللي جوه. فلو جينا عملنا ال 9 ديفايدد ال 3 هتطلع عندنا بكام؟ هتطلع الإرث بتاعتنا باور 3. وعلشان ندخل الكلام ده جوه الروت من هنا فهنعمل ايه؟ هنعمل مالتيبلاي، يعني هنضربها باي 2. فبالتالي الإرث باور 3 لما تتضرب باي 2 هيطلع إرث باور 6. فهنختار لتر بي. هنبص بقى على السؤال الاخير معانا في التروث. بيقول لك half of 2 باور 14. ايه هو الهاف ده يا مستر؟ سهله. الهاف ده اللي هو 1 over 2. هو بيقول لك عايز الهاف بتاع 2 باور 14، فتبقى 2 باور 14 over 2، وال2 دي كلنا عارفين انها 2 باور 1. هنا لما بنيجي بنعمل الديفايد بنعمل ايه؟ بننقص الباور، فبالتالي الاجابه بتاعتنا هتبقى 14 minus ال1 اللي هي 2 باور 13. فبالتالي هنختار لتر بي. بكده احنا خلصنا اهم الاسئله اللي متوقع انها تيجي في التشوز. نخش بقى على الاسئله بتاعت الاساي وهي اسئله جميله برضه. بيقول لك find the solution set of the following inequality in n. يعني اهم حاجه نركز ان هو عايزها فين؟ في ال n. قال لك 2x minus 3 اكبر من او بيساوي ال 1. هنيجي بقى نبص عندنا في الانيكواليتي، كلنا بنعرف نعمل انيكواليتي عادي. هنيجي نودي دي الناحيه التانيه بالايه؟ بالبلس، فتبقى 2x اكبر من او يساوي ال1 بلس 3، هتبقى 2x برضو نفس الكلام بس هتبقى 4. هنعمل ايه هنا؟ هنعمل كل الكلام ده divided 2، فبالتالي هتبقى الx المين اكبر منها او بيساويها ال2. تمام لحد هنا احنا عارفين ان ال n دي ما بيبقاش فيها نردف، فعايزين ناخد بقى الارقام عشان نعرف السوليوشن ست بتاعتنا هتبقى ايه. هناخد الارقام اللي اقل من 2. عندنا ايه الارقام اللي اقل من 2 مثلا او بيساويها؟ ال2 وال1 والزيرو. هل هنعرف ناخد النردف يا مستر؟ لا، احنا كنا قلنا ان احنا بنشتغل في الان، فبالتالي مش هنعرف ناخدها، فيبقى السوليوشن ست بتاعنا ال2 وال1 والزيرو. نخش بقى على سؤال بعد كده ما تتخطش من شاشة السؤال، هو سؤال سهل. بيقول لك سمبليفاي مديك ال 6x باور 3 مضروبة في 3x باور 2 ماينس 6x ماينس ال 9 اوفر 9x باور 2. طيب يا مستر بالراحة واحدة واحدة، هو عايز يقولك لما بتجيب الناتج خلي الناتج ده شيل كل الإرسات وحط مكانها واحد. طيب بالراحة هنعمل ايه؟ سهلة يا مستر. هندخل ال 6x باور 3 دي هنا وندخلها هنا وندخلها هنا، يبقى احنا هندخلها في الثلاث حالات دول ونشوف الناتج هيطلع لنا عامل ازاي. هنيجي نضرب ال 6x باور 3 في 3x باور 2. كنا بنعمل الباورات ايه لو نفس البيز؟ بنعملهم بلس، فيبقى 3 وال 2 هتبقى 5، وهنضرب ال 6 في 3 هتطلع 18. فبقى عندنا 18x باور 5. نكمل ال 6 في ال 6 بكام؟ بنردف 36، هنجيب النردف والإكس باور 3 في الإكس بإكس باور 4، فهتبقى نردف 36 في الإكس باور 4. وهنضرب برضو نفس الكلام ده هنا، هيبقى عندنا ايه؟ نردف 54 في الاكس باور 3. كل الكلام ده طبعا ما ننساش ان هو اوفر 9 اكس باور 2. هل بقت صعبة كده يا مستر؟ بالعكس هي بقت سهلة جدا. ناخد كل حاجة لوحدها ونعملها ديفايدد بعض. يعني ال 18 ديفايدد 9 بتطلع بكام عندنا؟ بتطلع ب 2. يبقى هنا الاكس باور 5 ديفايدد الاكس باور 2 بنعمل الباورز ايه؟ ماينس، فتبقى اكس باور 3. فيبقى اول واحده عندنا هتبقى بالشكل التالي ده. هنيجي نقول له الاجابه بتاعتك تبقى 2x باور 3، وهنا هنعمل ال 36 ديفايدد باي ال 9 هيطلع عندنا بنردف 4، يبقى نردف 4. وهنا حد يقول لي بقى الاكس باور 4 ديفايد الاكس باور 2 بنعمل الباورز ايه؟ ماينس سمستر، فبالتالي هتبقى الاجابه بتاعتنا اكس باور 2. فهنبقى نكمل الاجابه بتاعتنا نردف 54 اوفر ال 9. دي هتطلع بكام على الكالكوليتر الجميله؟
هتطلع بنيجاتيف 6. ونيجي نعمل الإكس باور 3 ديفايدد الإكس باور 2 هتطلع بإكس. يبقى الإجابة بتاعتنا 2 إكس باور 3 ماينس ال 4 إكس باور 2 ماينس 6 إكس. نشوف بقى الكلام ده هيطلع بكام. بيقولك عايز يعمله في الإكس إيكوال 1. يبقى هنشيل كل إكس نحط مكانها كام يا مستر؟ 1. فهتبقى 2 باي 1 باور 3 ماينس ال 4 باي 1 باور 2 ماينس ال 6 باي 1. كل الكلام ده بالكالكوليتر هيطلع عندنا في الآخر نيجاتيف 8. يبقى شفتوا السؤال كان شكله صعب ازاي، ولكن هو سؤال سهل. ننتقل بقى على السؤال اللي عندنا بعد كده. بيقولك find in the simplest form ومديك 2 قوسين في بعض. كنا بنعمل ايه في الحالة بتاعتنا دي يا مستر؟ مفيهاش اي مشكلة. كنا بندخل ال 3 اكس دي مرة هنا ومرة هنا ومرة هنا. عايزك بقى تركز. وبعدين برضو هنعمل نفس الكلام مع نيرف 2 مرة هنا ومرة هنا ومرة هنا. ويبقى كده حلينا السؤال. طيب يا مستر حلو معانا. طبعا مفيش مشكلة. هنيجي نقول 3 اكس في الاكس باور 2 هتطلع ب 3 اكس باور 3. وبعدين ال 3 اكس في النيرف 2 اكس هتبقى كام؟ نيجاتيف 6x باور 2. ونكمل برضو 3x في ال 5 هتبقى كام؟ بلس 15x. نكمل بقى هنا هتبقى ايه؟ نيجاتيف 2x باور 2. ليه؟ لان احنا ضربنا كده بعدين هنضرب كده فهتبقى بلس ال 4x عشان هنا مفيش اكسات. وهنا نيجاتيف 2 في ال 5 هتبقى نيجاتيف 10 يبقى ماينس 10. ناخد بقى الباورز او الحالات اللي لايك بعضها. هنا ده شبه ده صح؟ يبقى دي ملهاش شبه فننزلها زي ما هي هتبقى 3x باور 3. هنعمل ايه؟ ماينس 8x باور 2. ده منين يا مستر؟ عملنا النيجاتيف 6 ماينس ال 2 طلعت عندنا بكام؟ نيجاتيف 8x باور 2. وهنا ال 15 وال 4 هنعملهم بلس هتبقى بلس 19 وتسيب الاكس زي ما هي. كل الكلام ده طبعا ماينس ال 10. يبقى احنا حلينا السؤال بتاعنا. سؤال بقى من اهم الاسئله عندنا برضو بيقول لك which area are greater او larger. يعني بيقول لك a rhombus whose diagonal are 6 و 8 ولا square whose diagonal is 8. في السؤال ده احنا بنحله ايه؟ مرتين. يعني احنا بنحل مره الرومبس ومره السكوير وبنعرف الاجابه بتاعتنا هتبقى بكام. تعالوا بقى نشوف ايه. نبص عندنا كده نقول له الاريا اوف رومبس. حد شاطر يقول لي كنا بنعمل ايه؟ سهل يا مستر. هاف باي دي 1 باي دي 2. يبقى هنعمل ايه؟ الهاف باي 6 باي 8. الكلام ده كله بيساوي عندنا كام؟ 24 سنتيمتر سكوير. نفس الكلام بقى لو جينا بصينا على الاريا اوف سكوير، هل احنا مش هنعرف نجيبها؟ لا يا مستر. حضرتك كنت قلت لنا في الفيديو اللي فات ان القانون بتاعها بيبقى الهاف في الدي باور 2. الكلام ده بيساوي الهاف في ال 8 باور 2. على الكالك بتاعتنا عشان نشوف الاجابه هتطلع بكام، هتطلع ب 32 سنتيمتر سكوير. باين عندنا مين الاكبر؟ ايوه مستر سكوير. فبالتالي هقول له ان السكوير is larger. يبقى احنا كده خلصنا من السؤال ده. نبص بعد كده بقى على السؤال اللي عندنا في الفيديو بتاعنا. السؤال بقى اللي عندنا بيقول لك ايه؟ simplify in the simplest form. برضو عاوز يعمل السمبلست فورم. هنا مديك بقى الكوس لوحده والكوس لوحده. كنا بنعمل ايه في الكوس الباور 2 ده يا مستر؟ سهله. الفيرست باور 2 وبعدين الفيرست في السكند في ال 2 بعدين التاني باور 2. فيبقى نبص على الكلام اللي احنا قلناه ده. يبقى الاكس باور 2 بلس الفيرست في السكند في ال 2 يبقى 2 في الاكس 2 اكس في ال 2 تبقى 4 اكس. الكلام ده كله بلس ال 2 باور 2 فهتبقى بكام؟ ب 4. كل الكلام ده هنعمله ماينس الاكس هتدخل هنا مره وهنا مره. يبقى الكلام ده هنعمله ماينس مين؟ الاكس باور 2. نفس الكلام ماينس ال 4 اكس. هنيجي نبص عندنا النيرف 4 اكس هتروح مع ال 4 اكس والنيرف 2 النيرف اكس باور 2 هتروح مع الاكس باور 2. يبقى بقى عندنا في الاخر اجابه لما عملنا لها سمبلست فورم هتبقى ب 4. نبص بقى على سؤال برضو مهم جدا. بيقول لك find the quotient of x power 2 plus 4x plus 20 divided by x plus 4. كنا بنعمل ايه في المسألة بتاعتنا دي يا ولاد؟ كنا هنيجي نعمل الشكل بتاعنا ده كده ونيجي نروح قايلين له هنا بنحط مين لو حد فاكر؟ ايوه يا مستر بنحط ده. فنيجي نروح قايلين نحط ال x power 2 plus 9x plus 20 وهنا هنحط ال x plus 4. اول حاجه كنا بنعملها ايه؟ كنا بننزل الاكس باور 2 دي زي ما هي
وبعدين بنقوم عاملين لها ديفايدد للإرث. الإرث باور 2 ديفايدد للإرث هتطلع بكام؟ هتطلع بإكس. وبعدين نقوم عاملين ايه يا مستر؟ نعمل مالتبلاي، يبقى الفور مالتبلاي الإرث بكام؟ 4 إكس، يبقى بلس الفور إكس. هنيجي نبص بقى عندنا هنا هنعمل ايه؟ هنعمل ماينس، فبالتالي ده راح مع ده وبقى عندنا 5 الإكس بلس 20. هنعمل نفس الكلام تاني، هننزل ال 5 إكس عندنا هنا وبعدين نعمل لها ديفايد. 5 إكس ديفايد الإكس تطلع بكام؟ ب 5، يبقى نكتب هنا بلس ال 5. تمام لحد هنا. وبعدين نقوم عاملين ايه؟ ال 4 في ال 5 بكام؟ ب 20. يبقى لما نيجي نعمل ماينس هتطلع الإجابة بتاعتنا بزيرو. تمام. يبقى كل اللي احنا عملناه عرفنا الطريقة اللي احنا بنجيب بيها الكوشنت بتاعت اي مسألة يديها لنا. نبص بعد كده بقى على اخر سؤالين في الاساي عندنا، هما سؤالين بيحبوا يجوا في الامتحان كتير. هنا هنعمل ايه؟ ممكن حد بيعمل طريقة وهو بيكتب بالكالكوليتر على طول. انا مش بحبس الطريقة دي، بحب ان احنا نعمل كل حاجة لوحدها بالخطوات. فخلونا نتابع مع بعض هنعمل ايه. هنيجي بقى هنا نكتب دي على الكالكوليتر لوحدها عادي مفيش مشكلة. فتبقى عندنا بكام؟ 9 over 7 بلس اي حاجة باور زيرو هتبقى بكام؟ ب1 يا مستر، سهلة ومفيهاش مشكلة عندنا. بلس الرقم ده لما يجي نعمله على الكالكوليتر هيطلع بكام؟ ب5 over 7. كل الكلام ده بيساوي برضو على الكالك الجميلة بتاعتنا 2 plus 1. الإجابة النهائية في الآخر هتبقى ب3. هو بس عايز يشوف الستبس دي. شفت الدنيا سهلة ازاي؟ اخر سؤال عندنا بقى هو عاوز السمبلست فورم ومديه كلهم نفس البيز وريحنا خالص. احنا هنعمل ايه؟ هنا بنعمل الباورز باي، يعني دي نيرتيف 3 ودي نيرتيف 3، يبقى هنعمل الباورز ملتبلاي اللي هي بنعمل الباورز ايه؟ بلس، عشان هنا في باي. فهنيجي نروح كبله كده هنقول له هنعمل النيرتيف 3 زي ما هي، وهنعمل 5 بلس 6 هتطلع ب 11 اوفر الكلام اللي تحت ده برضه هنعمل له باي. فيبقى نيرتيف 3 والنيرتيف 3 هناخد نيرتيف 3 واحدة، وال5 بلس ال3 بكام؟ ب8 يا مستر. هنيجي نبص هنا نيرتيف 3 ونيرتيف 3 انزلها برضو زي ما هي، وهنا بس الفرق ان احنا بنعمل ديفايدد. فهنيجي نعمل ال11 ديفايدد باي ال8 اللي هي ايه؟ بنعمل ماينس. فهنيجي الاجابة بتاعتنا هتبقى كام يا مستر؟ هتبقى 3. فيبقى دي بنلخصها لايه؟ نيرتيف 3 باي نيرتيف 3 باي نيرتيف 3. ونيجي نقوم كاتبين على الكالكوليتر ونشوف الإجابة هتطلع لنا بكام. يبقى المراجعة بتاعتنا النهاردة هي بسيطة ولكن هي مركزة على شوية أسئلة بتتكرر في الامتحانات، فعايزك تركز في المراجعة دي كويس وتحل الأسئلة دي أكتر من مرة إن شاء الله، وهي مش هيخرج عنها الامتحان إن شاء الله بتاع الشهر. وما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وإن شاء الله أشوفكم في فيديوهات تانية كتير. شكرا.